باتيه خلاص على اعتاب النادي الاهلي، المهاجم الكوتوفواري. هنقول لكم على اتمام العقد بتاع الصفقه دي، وكمان اخر الفيديو هنقول لكم على شيء يضحك قوي على نادي الزمالك للاسف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم هيثم كروي سينمائي بنحلل يا جماعه كوره وسينما مع بعض. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضلا والله وليس امرا. ادعمونا باشتراك في القناه، وكمان اليوتيوب بيقول اشتراك في القناه مجانا مش هتخسر اي شيء، وكمان لو حبيت الخير لغيرك الخير هيجيلك. بلس اخواتنا اللي هم كانوا في التيك توك يتفاعلوا معانا ويشاركوا في قناه اليوتيوب. ابراهيم ديباتي المهاجم الكوتوفواري اللي الاهلي كان بيتكلم عليه من فتره، اللي ان شاء الله الصفقه بتتم. هذا المهاجم عنده 26 سنه وكان بيلعب في اتلتيكو مدريد وريال مايوركا الاسباني. بلس كمان دلوقتي هو بيلعب في فريق اسمه جيس السويدي. واداره النادي بتاع جيس السويدي قالوا للنادي الاهلي يخلصوا الصفقه اخر الاسبوع اخر كلام، عشان جاي له عروض. وفعلا في ترانسفير ماركت جاي له من لانس الفرنسي، الدوري الفرنسي طبعا، وجاي له حاجه من الدوري الالماني. فالاهلي ينجز في الصفقه. هم اتفقوا على $1,700,000 وليس زرار، يعني 2 مليون الا ربع. النادي الاهلي قال هيدفع $1,000,000 في اتمام العقد على طول، و$750,000 هيدفعها على شهر 3 أو 6. فلسه التركه الاخيره دي لسه بيتفقوا عليها، لكن خلاص ان شاء الله ابراهيم ديباتي المهاجم الدبابه هيكون مع النادي الاهلي. وكمان بنتكلم برضو عشان احنا اتكلمنا على صفقه اللي هو بابلو صباغ. في بكره زوم هيتعاقد مع مدير التعاقدات اللي هو اسامه هلال، بحيث ان هو ايه الوضع مع اللي هو بابلو صباغ. يا ترى يعني هيجي النادي الاهلي ولا لا؟ عشان بس الاهلي فتح ابواب كتير وعايز ينجز عشان يناير والانتقالات. قفشه يا جماعه، الخبر اللي بعده قفشه يعني هيكون اول راحلين في يناير القادم، لان هو طبعا شايف نفسه دكه وما بيلعبش، والراجل عنده تالنت كبير وموهوب وحريف وصانع العاب. فهو بيلعب دلوقتي ان شاء الله مع كاس في كاس العرب مع منتخب المحليين مع كابتن حماده مع كابتن حلمي طولان. فواضح كده ان هو ان شاء الله ممكن يجيله اي عرض ولا حاجه من الدوريات الخليجيه، ربنا يوفقه بتاع القضيه طبعا. الخبر اللي بعده يا جماعه، نادي الزمالك شيء يحزن جدا. يانيك فيريرا طالع مع كابتن احمد شوبير على قناه النهار بيقول انا كنت قاعد في شقه ايجار مأجرها نادي الزمالك ليا، وبص لقيت حد داخل عليا بيقول انت مين؟ قال له انا مدير، انا كابتن نادي الزمالك الكوتش. فقال له لا توكل على الله. ليه يا عمي؟ ده النادي دافع لي الشقه وكده الايجار. قال له لا ده هم ما دفعوش الايجار الشهر ده، فامشي بعد اذنك. فيروح يانيك فيريرا يروح يقعد مع احد اللاعبين من نادي الزمالك في شقه. فشيء غريب جدا والله، يعني شيء مخزي من الاداره، مفلسه الاداره بتاعت نادي الزمالك للاسف، افلاس فكري واداري ومادي وكل شيء يعني حاجه ما تشرفش خالص يعني. وبرده اتكلمنا قبل كده عن محمد صبحي، خد لاعب من لاعبين الزمالك قعد معاه في الشقه. فكان الله في عون جمهور نادي الزمالك، سنظل اوفياء. دعمونا بالاشتراك في القناه.